السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. واليوم كما كتشوفوا فيديو جديد، فيديو كله روتين، فيديو فيه بزاف ديال الحويجات زوينين، من بينها التغيير اللي درت للسيجور ديالي واللي خليو ليا في التعاليق كيفاش جاكم. كذلك غادي نبارطاجي معكم واحد الكوموند او مشتريات الكوزينه اللي كنت كنتسناهم شحال هادي. واخيرا غادي يكون شوربه، وصفه اللي غزاله بالخضر واقتصاديه وفي نفس الوقت كتجي بنينه على حسابي. بقاو معنا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا التفاصيل. واللي كيزورني لاول مره على قناتي ما تنساش الضغط على زر ابوني باش يوصلك كل جديد. وغادي نخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. واخيرا الفقره اللي كتعجبكم كاملين اللي هي الفقره ديال المشتريات او ديال البارطاج. هنايا انا جبتها بالكوزينه باش نشاركها معكم، زعما هكا باش تشوفوا بالديتاي شنو وصلني. صراحه شي حاجه اللي كنت باغا شحال هذه الكوزينه، وكنت يعني متردده اين شكون ناخذ، شكون اللي حسن. يعني كنشوف هكا قنوات كيهضروا، كاين كيقول لك هاد القريعات حسن او لا هذه حسن. و في الاخر لقيت واحد صفحه على الانستغرام يعني دايره باك مزيان، يعني باثمنه ما نقولوش مناسبه ولكن تقريبا. ومع هاد لي زيتيكيت غادي تكونوا عرفتوا شنو كومونديت. هادو كما كتشوفوا قريعات ديال التبزيره، حيت صافي قررت ان واحد البجر كان عندي ما نقول لكم شحال حاله. راكم عارفين واخا عييت ماشي في قراعي ديال التبزيره، ما فين ما كنرجع باش نشري بحال هذوك الاولي اللي شريت فما كنلقاش نفس هكا نفس القريعات، يعني باش يجيني داك الشيء مقاد مصاوب في المجر. وفي الاخر قررت باش انه وليت في اي قرعه كندير شي حاجه اللي بقات لي كنديرها، يعني ولا عندي المجر ما فيه ما تشاف صراحه. وفي الاخير قلت علاش لا اللي ما نكومونديش هاد القريعات. صراحه هما اللي عجبوني اكثر، خاصه ان الكوزينه ديالي تقريبا كلها بهذا لو تيم ديال القريعات ديال الزاج مع غطيات ديال الخشب. وهنايا كما كتشوفوا معلقات ديالهم كيجيو على هذا الشكل قريعات صغار. وما تخافوش البنات ان يعني التبزيره تبرد ليك ولا شي حاجه، بالعكس. فكي عندهم داك الجليده الغطيطيات، عندهم واحد الجليده اللي كتكون كما كيقولوا محكمه الاغلاق، يعني ما تخافي لا بروده تبرد لك التبزيره ديالك لا حتى شي حاجه. وبالنسبه للقريعه هي قريعه ديال العسل اللي كنت مشهيه شحال هذه، وكنشوف الناس هكا كيستخدموها يعني كيخدموها في الفيديو اولا في التصوير، وكانت كتعجبني. فاخيرا لقيتها في هذه الصفحه هذه. البنات هذه راه ماشي بلاستيك باش نكون واضحه معكم، وماشي زاج، هذه بوليستر لما خفت نكذب. نتاكد من المعلومه وان شاء الله في الفيديو الجاي نقول لكم شنو.
وبالنسبه لهاد الطابليه ديال الكوزينه فهذه هما صيفطوها لي صراحه يعني من عندهم كادو. صراحه زويونه يعني براتيك، ما كدوز لا الماء لا والو كما كتشوفوا. يعني الماده باش مصاوبه زوينه هكا بحال بلاستيك، فيها هكا هاد الجويبات، فيها هذاك الديزاين هكا داك كوكينغ، وفيها الديزاين ديال الكوزينه. واللي عجبني اكثر فيها هو هاد الجوينبات ديالها على شكل بحال الفوطه. وكيف قلت لكم يعني كتجي زعما زوينه هكا، الديزاين ديالها زوين. الحاجه الوحيده البنات اللي ما عجبتنيش هما المعالق، حيت نورمالمون المعلقات اللي شفت انا كانوا معلقات في ديكور اخر، ومنين وصلوني ديكور اخر. ولكن راني هضرت زعما غير كلاميت لاباج وقالوا لي دابا نجاوبوك. ما عرفت صراحه. داكشي علاش ما بغيتش انني نشارك معكم لاباج منين شريت هذا الشيء، حتى نشوف شنو واش غيديروا معايا حل في المعلقات ولا لا. حيت انا اللي شفت التصويره فيديو في شكل، زعما شفت لي برودوي اللي غادي نشري فيه معلقات وحده اخرين، ولكن من وصلني معالق اخرين. ولكن معليش سي با غراف فيها خير. المهم ان شاء الله اللي دار معايا شي حل راه غنبارطاجي معكم لاباج منين شريت. سينو الا ما كان حتى شي حل فما شفتوني ما شفتكم و لي زيتيكيت كما شفتوا فيهم سميه ديال العطريه. المهم لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي يكونوا التفاصيل مفصله على على هاد المشتريات هادو ديال التبزيره، وكيفاش غادي نقاد ان شاء الله داكشي. وهنا غادي ندوز لهاد الشوربه هادي. لا سوب خطيره البنات، خطيره الصراحه وزوينه في هاد البرد. كما شفتوا شديت الخضره اللي عندي في الثلاجه، تفاداو غير بطاطا ما ديروهاش البنات في هاد لاسوب الا بغيتوها تنجح لكم وتجيكم هكا زوينه. شديت انا المهم واحد الحبه ديال الخيزو، واحد 4 الحبات تقريبا ديال الكورجيت، بصيله. هنا يسر ديال الدجاج اولا داند اللي بغيتو. ما تقطعوهش الطروفه البنات حيت حنا عندنا غرض به، غادي نخدموا به من بعد، فمن الاحسن نديروه صايم. صافي معلقه ديال الزبده، شويه ديال الزيت مليحه يبزر، وشويه ديال السكينجبير ما تكتروش. صافي وكنقليها مزيان. من بعد ما كتقلى مزيان البنات، كتقلى كنقول كتقلى يعني كيبدا الدجاج يدخل فيه الطياب، فكنزيد ليها هكا الماء على حسب الكميه اللي عندكم وكنخليها كطيب. ملي كتقرب كطيب ليا فانا كنجيب هنايا هذا الفلفل الاسود وكنحطو في الماء سخون باش كيتطلق، ومن بعد كنصفيه مزيان وكنطحنو هنا في الهاشوار. او يمكن لكم اللي كيعجبو يبقى هكا الفطر باين يقطعوه غير بالمقص هكا صغير. انا صراحه عندي البنيات ما كيعجبهمش بزاف، فكندير زعما ضروري هاد الطريقه باش ما كيبانش ليهم. صافي من بعد هنايا ما درتو في العشوار وطحنتو مزيان، فغادي نزيد عليه الفيرميسيل. بالنسبه للفيرميسيل اللي استعملت انا كان ديال الروز، يمكن لكم تستعملوا حتى الاخرى فما كاين حتى شي مشكل. غادي ديروها في الماء اللي كيكون طايب. ملي كتطلق غادي تصفيوها مزيان، ومن بعد غادي تطحنوها بحال هكا في العشوه، او يمكن لكم تقطعوا بالمقص طريفات صغار كيف يمكن لكم تخليوها طريفات كبار. المهم هذا الشيء كيبقى لكم نتوما واش بغيتوا هاد الفيرميسيل وهاد الشامبينيون يبقاو هكا باينين في لاسوب ديالكم، اولا بغيتوا تطحنوهم كتر اولا كتر حتى مني انا زعما تزيدوا تطحنوا داكشي مزيان. المهم هادشي كيرجع لكم نتوما. وكما كتشوفوا من بعد ما كيكون طابت ليا داك الخضيره وداك السر ديال الدجاج فكنحيدو على جنب وكنخليه كيبرد وكنفرتو مزيان هكا بيديا كما كنخدموا الدجاج ديال البسطيله. وبالنسبه للاسوف فكنطحنها، وضروري ما تزيدوا الماء، هي خاصها تبقى شويه كما كنقولوا سوب خفيفه ما تكونش سوب ثقيله، غادي تعرفوا علاش.
مهم من بعد ما كنطحنوها وكنشوفوا ان زعما لا تيكستور هكا ثقيله، فضروري نزيدوا الماء على حسب المهم عندنا ميزاننا. من بعد ما كتغلي مزيان فكنزيد ليها داك الطريفات ديال الدجاج، وكنزيد ليها حتى لا فيرميسيل او شامبينيون اللي طحنا، وكنخلي داكشي كيطبخ مزيان. وطبعا الملحه كنذوقوا داك الساعه عندنا ميزاننا. من بعد ما كيطبخ ليا مزيان غادي نزيد هنا لا كريم فريش. بالنسبه لا كريم فريش او الكريمه السائله ديال الطبخ فيمكن لكم ديروها كيف ما يمكن لكم انكم تستغنيو زعما عليها، ولكن من الاحسن تضيفوها، كتعطي واحد المذاق واحد اللمسه زوينه للسوب، وكتجي صراحه زوينه بزاف. وهنايا في الاخير كنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الصوجه، او الا كانت عندكم لاصوص ديال تيرياكي، اي نسيتها لاصوص تيرياكي حتى هي كتجي زوينه معها. المهم معلقه، بغيتو ما ديروش هاد لاصوص صوجا يمكن لكم ما ديروهاش، غير هي كتجي بحال كيجي داك المزيج بحال النكهه ديال الحوت اولا. واحد الملاحظه البنات، وهاد لا سوب راه كتجي خطيره بفخوي دماغ، غير باش تكونوا عارفين هاد لا سوب بالحوت كتجي خطيره. ولكن انا هنا تعمدت انني نقدمها لكم بنكهه هكا اللي كتكون يعني اقتصاديه واللي اي واحد يقدر يجربها. وهنا كتكون سالات لا فيديو ديالي البنات، كنتمنى انها تكون عجبتكم وتخليو لي بزاف ديال التعاليق، قولي لي كيفاش جاكم السيجور، وللناس اللي غادي يجربوا لا سوب يقولوا لي كيفاش جاتهم. وما تنساش تصيفطوا لي تطبيقاتكم في الباج ديالي ديال الانستغرام اللي غادي نخليها لكم دابا حتى هي باسم ويد سوما هاوس. غادي نقول لكم السلام عليكم في الفيديو جديده.